السلام عليكم. في هذه الحلقة الخاصة هي عبارة عن كاميرا خفية حاولنا نديروها باش نديروا واحد التجربة. هذه المنطقة قالوا لنا الناس أن تيكونوا فيها شفارة. حنا هذه ثالث نهار كنجيو. اليوم شكينا أن كاين واحد حنا نحاولوا نوريوه لكم بالكاميرا. هذه منطقة بالدار البيضاء بيان سيغ. الوغ غنحاولوا نصوروا معاه ونشوفوا ردة الفعل ديالو. من غيلقى القرآن الكريم، ما يلقى عندي والو، غيلقى القرآن الكريم. انا غنحيد اي حاجة هازة معايا يبقى على القرآن الكريم. هذه مغامرة في حد ذاتها، غنحاول نغامر في سبيل اننا نوريوه شنو غادي يحس واحد شفار ملي غيلقى القرآن. نتمنى تنجح التجربة. إذا نجحت غتكون هذه أول كاميرا خفية عندها بعد وعندها هدف وعندها غاية. حاول ما يشوفكش. سير ورك ما بغيتوش يشوف. راه ما شافش. عندك كاميرا. نتمنى ما يوقع والو. اللهم إني أعوذ بك من شر هذا العمل ومن شر ما فيه. اللهم إني أعوذ بك من شر هذا العمل ومن شر ما فيه. اللهم إني أعوذ بك من شر هذا العمل ومن شر ما فيه. أستغفر الله وأتوب إليه. توكلت على الله. ايوه 20 صح. اتق الله حقك. شي كثير من الخطا والله ما كاين والله. صح تلقى انا نقول لك انا تلقى ما كايناش صح عندك هذاك الشيء لا يا صح صاحبي هو تعطيني يا صاحبي انت كتقول لي هو ما عندوش شي حاجه والله تنقلب صح 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 ريح خلاص ريح ما كان صح حفتك صح والله ما عندوش قلب تعطيش الله حفظك هذا شنو اللي عندك هنا صاحبي؟ وعدتك حتى كتقول لي هو استغفر الله استغفر الله اسمح لي يا اسمح لي يا ربي انا اش كندير يا ربي استغفرك يا ربي انا كنستغفر الله يا ربي اسمح لي يا ربي اسمح لي يا خويا اسمح لي في هذا الظروف اللي خلاتني ندير بحال هكا. اسمح لي يا عشيري والله اسمح لي والله ما نبقى نعاود صافي اخر مره والله اسمح لي بزاف يا ربي تسمح لي يا خويا. نعاود لك اللي كاين صراحه راه ما جيت عندك هنايا حتى كان الظروف اللي خلاتني نوصل لهنايا ما نكذبش عليك. الوالده عندي مريضه مسكينه كدير الدياليز وعندي عندي خوتي صغار كنصرف عليهم انايا ما عندي حتى منين ناكل. الا ما درتش بحال هكا راه ما عنديش من غنجيب لهم من ياكلوا. اقسم لك بالله الله يعفوك. امين يا رب تسمح لي يا رب تسمح لي. ما نكذبش عليك اخويا راه ما لقينا لا خدمه لا والو. هاد البلاد راه ما فيها لا خدمه لا والو. ما نكذبش عليك راه بنادم عنده شواهد ودبلومات وراه ما لاقيش الخدمه. ولكن هذا ماشي سبب انك تخرج سفاره. اش غندير شنو ندير؟ قول لي اعطيني قول لي كيفاش عندي بزاف ما عنديش. انا شريف وقع عارف الدار وما تمشيش تسفر. خدار خاصك ضروري بلاصه خاصك تموت عليها بالجناوه وبالمقاد ومضارب وما عرفت شنو باش يلاه دير بلاصه باش يلاه تسترزق تجيب 10 دراهم. واش انا غنوكل انا 5 دراري ونخلص على الوالده الدياليز على قبل 10 دراهم؟ الله يهديك اخويا اسمح لي بزاف على الوقف اللي وقفت عليك هو راه ماشي ديالي. ما نكذبش عليك صراحه اسمح لي بزاف خويا. هكا ديالك هكا القران هذا تهلا فيه. خلي كادو عندك. كادو عندي خويا الله يرحم لك الوالدين. اسمح لي بزاف على هادشي اللي درت لك. يلا كنت بغيتي نوصلك انا غادي في طريقك لا يوقف عليك شي واحد اخر ولا شي حاجه. انا راه هنا كلشي كيعرفني. الله يحفظك. يلا عز صافا بعدا صافا اخويا الله يحفظك. اسمح لي بزاف على هادشي اللي درت لك. اسمح لي ما عمرني نبقى ندير. اخر مره تبت هادي على يدك تبت انا انت درتي معايا هذا الجميل. الله يرحم لك الوالدين. الله يحفظك. كما لاحظتوا معنا نشحت الكاميرا خفيه من بعد واحد 3 ايام ديال العناء. حنا كنمشيو ونجيو لنفس البلاصه. هاد البلاصه معروفه بالشفاره في منطقه تحم. اليوم لقينا شفار ونشحت مع الكاميرا خفيه. بصراحه من حتى انا الفكره ما كناش متوقعين انها غتنجح اصلا. كانت هي مجرد تجربه اللي بغينا نوصلوا بهاد الرساله وبهاد الكاميرا خفيه على ان باش نقول ان اي واحد كما كان الشر ديالو كما كان الخطوره ديالو في واحد الذره ديال الايمان
وهذا دليل على أن الإسلام هو بالفطرة. غير خاص واحد الدفيعة صغيرة، الحبس وحوايج أخرى ما نافعاش للشباب، غادي يرجع كما كان. ولكن إلا حركنا فيه شوية ديال الإيمان نقدروا نلقاو شاب اللي هو يعطي ويحط البصمة ديالو في الحياة.